السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماث في كمبيوتر ساينس. اليوم نبداو درس جديد ان شاء الله اللي هو الدرس تاع الكونديشنال ستيتمنتس. هذا الدرس راهو تابع لدورة تعلم البرمجة باستعمال لغة السي. ان شاء الله نتعلموا حوايج جدد في هذا الدرس باذن الله. البرنامج البسيط هذا اللي قدامنا، اول حاجه نديرو ديكلير الانت تاعنا اللي هو ان، ومن بعد نقولوا لليوزر قرانا اعطينا ان، ومن بعد نقراو ان بسكان اف كما مالفين نديرو. اوكي، نقول للبرنامج تاعي اكتب لي ان is even. في الحالة هذه كما راكم تشوفوا البرنامج تاعي راح ينفذ الأوامر سطر بسطر، يعني line by line. اوكي، راح يديكلير ان ومن بعد يدير print f، يكتب هذه please enter an integer، ومن بعد يقرا لي الان، ومن بعد ان is even راح يكتبها مهما يكون. اوكي، بصح انا في الحاله هذه مانيش حاب يكتبها في اي وقت والله ديما يكتبها. اوكي، راح نحاول نكتبها غير كي يكون ان is even. في الحاله هذه واش ندير؟ نزيد سطر اللي هو if n%2 is equal to 0، يعني اني حاب نقول باللي 2 راهم الديفايزر تاع الان، اكتب لي print d is even. على هذه يكون ندير بيلد ران للبرنامج تاعي، راح يخرج لي بليز انتر ان انتجر ان، كون نعطيه هنا 20 راح يقول لي 20 is even. بصح في حالة ما اذا عاودت درت بيلد ران وقال لي بليز انتر ان انتجر ان وعطيته انا 23، في الحالة هذه موش راح يكتب لي اي حاجة. علاش؟ لانه هذا السطر راح يكزيكيتيه ولا راح يدلو ران غير كي يكون اثنين من الديفايزر تاع الان، ولا كي يكون ان زوجي. اوكي، زدت السطر انا وكتبت فيه print n is odd. في الحالة دي وش راح يصرى؟ هذا السطر راح يدلو ران مهما يكون، يعني كي يكون n زوجي مام حتى كي يكون زوجي يكتب لي n is odd. بصح انا لا انا حاب ندير كيما من قبل، يكتب لي n is odd غير كي يكون فردي. نسير كيفاش نديرها، نقول للبرنامج ولا نزيد السطر انا نقول له if n%2 is not equal to 0، يعني كي يكون n ماهوش زوجي اكتب لي d is odd. في الحالة هذه إذا درت بيلد ران وش راح يصرى؟ راح يقول لي أعطيني بليز انتر ان انتجر، إذا أعطيته أنا 23 راح يقول لي 23 is odd. راني نلاحظ كي يكون ان is even، يعني كي يكون زوجي ان ماهوش فردي. أوكي، والعكس كي يكون ان ماهوش زوجي ان راح يكون فردي. اوكي، في الحالة هذه نقدر نحي الاف هذيك الثانية قصدي ونقلبها بحاجة أخرى اللي هي else. نقول له إذا كان ان زوجي اكتب لي هذه، إذا ما كانش زوجي ها وش تكتب، يعني إذا كان ها هو، إذا ما كانش يعني إذا كان الكونديشن هذا مش محقق ها وش تدير. نشوفوا الكونديشن ستيتمنت كيفاش تخدم. اوكي، شوفوا أول مثال اللي هو if condition 1. لهنا في الحالة هذه إذا كان الكونديشن 1 وش صحيح وش راح يصير؟ لهنا البرنامج تاعي راح يدير لي ران للكود بلوك ولا البلوك اللي ما بين الاف والاخر كيرلي براكت. اوكي، اذا كان الكونديشن غلط وش راح يصير؟ في الحالة هذه راح يخرج مباشرة، يعني موش راح يدخل للبلوك هذاك. اوكي، المفروض هذه مفهومه من الاكزامبل اللي قبل. نفس الشيء بالنسبه للكونديشن الثاني، اذا كان الكونديشن صحيح راح يدير بيلد ران للبلوك اللي تحت، سينو راح يخرج ديريكت من الكود بلوك. الطريقه الثانيه اللي فيها الاف else كونديشن، هذه وشني هي؟ عندك if condition else. اوكي، اذا كان الكونديشن تاعك صحيح وش راح يصير؟ راح يدير بيلد ران للبلوك اللي ما بين الاف والالس. اوكي، اذا كان ومن بعد وش راح يصير؟ من بعد راح يخرج مباشره من الكود بلوك هذاك، يعني الالس وش كاين في الالس هذيك ما يكزيكيتيهاش اطلاقا. اوكي، اذا كان الكونديشن تاعنا غلط وش راح يصير؟ في الحاله هذه راح يصوتي ديريكت للكود بلوك اللي ما بين الالس واخر كيرلي براكت، تسمى راح يدير ران للبرنامج هذاك ويخرج من وراها. آخر مثال في ال if else condition وشني هي؟ عندك if condition 1 else if condition 2 وعندك else. أول حالة هي أنه الكونديشن الأول يكون صحيح. اوكي، في الحالة هذه ما يشوفش أصلا في الكونديشن الثاني. وش راح يصير؟ في الحالة هذه راح يدير ران للكونديشن ولا الكود بلوك اللي ما بين الاف والالس اف. اوكي، ويخرج مباشرة. الكونديشن الثاني هذاك ما يشوفش فيه مامبا. اوكي، الحالة الثانية وش راح يصير؟ كي يكون الكونديشن الاول غلط والكونديشن الثاني صحيح، في الحالة دي وش راح يصير؟ راح يدير ران للكود بلوك ما بين else if و else، ومن بعد راح يخرج مباشرة، مش راح يشوف في الكود بلوك الثالث. في الحالة الثالثة يكون عندك الكونديشن الاول غلط والكونديشن الثاني ثاني غلط. اوكي، هذه وش راح يصير؟ هنا راح يدير ران لاخر كود بلوك،
يعني البلاصه الاخر يخلص اللي ما بين اس واخر كيرلي براكت ويخرج، يعني الكونديشن ولا البلوكس الاول والثاني مش راح يشوف فيهم ديريكت. تقدر تقول كاينين 3 طرق ولا 3 تايبس اللي تقدر تستعملهم الاف كونديشن. عندك الاف، وعندك اف else، وعندك اف else اف. اوكي، نورمالمون 3 طرق اللي شرحناهم هذوين. كما شفنا هذوين، الاف راح تدي كونديشن اللي هو غالبا يا يكون صحيح يا يكون خطا، كما شفناه من قبل true or false. مام شفنا باللي تايب هذا يسمى بوليان، وشفناه في الدرس اللي فات. اوكي، دوكا راح نشوفوا كيفاش نقارنوا بين الاعداد. مثال، اوكي، درنا من قبل باللي a is equal to b، والله حابين نقولوا لها الايكوال هذا، حاب نعرف باللي اسكو a يساوي b، ما نكتبهاش تساوي وحده، مي نكتبها دبل ايكوال. اوكي، في الحالة هذه إذا ديت مثال اسكو 3 يساوي 4، في الحالة هذه باينة بلي فولس، راح تخرج خاطئة. اسكو 2 يساوي 2، ترو، راح يخرج لي صحيح. لهنا اسكو 2 is equal to 2.0، هنا راني نقارن ما بين int و float. في الحالة هذه الانت هذاك يقلبو float ويقارن عادي. اوكي، عندي ثاني، عندي not equal، a not equal to b. مثلا 3 راهو لا يساوي ل4، صحيحة. في الحالة هذه 2 لا يساوي 2، لا في الحالة هذه غلطة. اوكي، تسمى عندنا لا تساوي. عندنا ثاني أكبر تماما، A أكبر تماما من B، A أصغر تماما من B، وعندنا ثاني أكبر أو يساوي، وعندنا ثاني بينسير أصغر أو يساوي. الأوبريشن تقريبا اللي عندنا كامل بين الأعداد. anyway، راح نشوفوا example وين نحتاجو غالبا نحتاجو two condition or more، يعني زوج condition ولا 3 مع بعض. اوكي، في الحالة هذه راح نديو example اللي رانا نشوفوا فيه. عندك program تمرين يقول لك write a program that determine if a customer is eligible for a ride based on their age. إذا كان between 18 and 50 and less than 50 تسمى eligible، يعني يقدر يلعب الجيم تاعنا إذا كان ما بين 18 و 15. كيفاش نديروا البرنامج هذا؟ أول طريقة نحلو بها المشكل هذا ولا التمرين هذا، كالعادة نديرو we declare our variable age، نقولوا لليوزر يعطيه لنا ونقراوه بسكان اف كما مالفين. اوكي، لهنا في الحالة هذه أنا كي يكون الايج تاعي أكبر أو يساوي 18 نقدر نكتبها، ولازم مش ثاني يكون، لازم يكون ثاني الايج قل من أو يساوي 15. تسمى لازم نكتب له if الايج راهو أكثر من 18، وثاني داخل الاف تاعي نزيد نكتب ايج أصغر أو يساوي 50. اوكي، ونقول له print f you good to go، يعني تقدر تلعب. اوكي، هذه الطريقة الأولى أنك تحل بها. الطريقة الثانية واش تقدر دير؟ تقدر تقول age is greater or equal than 18 and age is less or equal to 50. واش معناتها؟ معناتها لازم يكون العمر تاعك أكثر من أو يساوي 18، وفي نفس الوقت ولا الايج تاعك أصغر أو يساوي 50. هذيك نعبروا عليها بزوج ادرس سيمبل، يعني and. اوكي، في الحالة هذه واش راح يصرى؟ في الحالة هذه راح يدخل داخل الاف، يعني الكونديشن تاعي يكون صحيح الا اذا كان في جوج صحاح، يعني الكونديشن اغوش والكونديشن ادروات في جوج صحاح. اوكي، اذا كان واحد فيهم غلط واش يصرى؟ اذا كان واحد فيهم غلط يعني الكونديشن كامل راهو غلط، وفي الحالة هذه راح يخرج مباشرة من الاف تاعي. اوكي، الاند هذيك ولا الوا هذيك واش راح تكون ريزولت تاعها؟ اذا كان عندي واحد من الكونديشن غلط راح تخرج غلطه، اذا كانوا الكونديشن في جوج راهم صحاح في الحاله هذه راح تكون صحيحه. اوكي، واذا كانوا في جوج غالطين راح تكون بيان سير غلطه. اوكي، عندي ثاني اوبريشن اخرى اللي نسميها اور ولا او، يعني كونديشن ولا كونديشن. اوكي، في الحاله هذه اذا كان عندي فولس اند ترو، يعني اللي ادروات يكون صحيح واللي اغوش يكون صحيح، في الحاله هذه راح تكون صحيحه. اوكي، اذا كانوا في زوج صحاح واش راح يكون؟ النتيجه راح تكون صحيحه. اذا كانوا في زوج غالطين في الحاله هذه راح يكون غلطه. اوكي، يعني الاو هذه وقت تكون غلطه، تكون غلطه غير في بلاصه واحده فريده اللي هي كيكونوا في زوج غالطين، ولا تكون صحيحه اذا كان واحد فيهم صحيح، يعني هذاك صحيح او هذاك صحيح. اخر condition statement عندي هي switch. واش دير switch هذه؟ هي كي يكون عندي برنامج كيما هذا اللي عندك مثلا
راح ندير حاجة على حساب القيم تاع الآن. يعني كي يكون ان يساوي الواحد ها واش ندير، كي يكون ان يساوي 2 ها واش ندير، ان يساوي 3 ها واش ندير. إذا ما كانش يساوي هذو كامل، يعني يكون باي ديفولت اللي نسموها ديفولت، ها واش ندير. يعني كي يكونوا الباقي اللي ماهمش محقين هذو كامل، ها واش يصير. في الحالة هذه بدل ما نخدم if else if else if else if، تما هنا نستعمل سويتش خيري. اوكي، في الحالة هذه واش ندير، سويتش فاليو. كي يكون الفاليو هذاك يساوي الاكس، ها واش يدير الكود بلوك الاول. اذا كان يساوي الايكغيك، ها واش يدير البلوك الثاني. اذا كان ما يساويش حتى حاجه من الفوق، واش ندير البلوك الثالث. ما تنساوش بلي ديروا البريك افتر ايتش كيس. اوكي، ندير كيس اكس شحال يساوي، يعني كي يكون الفاليو تاعي يساوي الاكس نكتب واش راح ندير، ومن بعد نديرها بريك مورا. ما المثال اللي قبل واش راح يولي، سويتش ان. الكيس كي يكون الان يساوي الواحد نقولوا يو انتر 1. اذا كان الكيس والله الان يساوي 2، في الحالة هذه نكتب له يو انتر 2. اذا كان الان يساوي 3 يكتب لك هذا السطر. اذا كان الان ما هو واحد ما هو زوج ما هو 3، يعني ماهوش من الحالات اللي قبله، راح يدير لك ديفولت. اوكي، المفروض هذه سهله، ويعني هذه تنقص لك غير الكود تاعك، يعني باه يكون الكود تاعك كلين ويكون واضح. هذا ما كان يعني سويتش نستعملوها كي باه نوضحوا الكود تاعنا، يعني لانه نقدر نخدم بها بالاف عادي، اف else if، بصح شنو راح يكون الكود تاعي طويل وماهوش باين.